يعني أكيد رح أحكي عن نينا. نينا بتعرفي قد ايه عن جد حبيتك بشكل غريب. يعني قعدت مع فريند، يعني عندي بس فريند، وقلت لك هذا الاشي انه عندي بس فريند من 6 سنين. بس اللي حسيته معاكي والتفاهم اللي تفهمناه مع بعض بهالوقت القصير ما صار مع اي حد تاني. زي طيبة قلبك ما شفت. احلى اشي فيكي اللي هو مش موجود عندي، انه يعني بتحطي تنازلات بالريليشن شيبس لو شو ما كانوا. بتحاولي انت تكوني الطرف العاقل اللي بيصالح، اللي بيحاول يستوعب اكثر. هذا الاشي يعني قد ما هو ناقص عندي، انه انا كثير عصبيه وما بحب اتنازل ولا بحب اعمل كل هاي الاشياء. كنت انت تعمليها. هيك انت الوحيده اللي قدرت اتعامل مع بهاي الطريقه. يعني انا نادرا ما اكون غلطانه وعارفه اني غلطانه، نادرا ما اروح اعتذر للشخص واسكت لا معاكي انت قدرت اعمل هذا الشيء، لانه حسستيني انه عادي ينعمل. وانا بعرف انه انت كثير عندك اشياء حلوه لسه ما كان في وقت انف انك تطلعيها اكثر. انا اكثر وحده بعرف هذا الاشي، ما عمري رح يعني انساكي، مستحيل. ويعني بصمتيلي بالعشرة انك عن جد صاحبه بكل معنى، ومن وقتها انا عن جد اعتبرتك اخت لإلي. حتى من طريقه تعاملنا مع بعض هون نتقتل ونصرخ على بعض وعادي بنرجع نحكي مع بعض نفس الدقيقه، مش زي اي حد تاني I have to apologize to him. لا عادي خلص. بس طلعتي كثير تضايقت كثير، لدرجة إني ما عدت أستوعب إنه أنت طالعة. يعني هذا كان شعور قتلني، إنه عن جد ما قدرت أستوعبها للفكرة. حسيت بوحدة غريبة، صابني إحباط مش عادي. كل اثنين يعني لما كنت أشوف سارة وأميمة مع بعض كنت أموت إنه طب يا الله، طب ما أنا ونينا كنا هيك. يعني كثير تضايقت انه ما عاد اقدر اعيش هذا الاشي مع حد تاني هون. وانا كثير بحبك، وانت بتعرفي قد ايه انا بحبك وبموت، وعن جد بتمنى لك الخير من كل قلبي، لانه انت بنت كثير طيبه وكثير نظيفه من جوا. وبس نطلع فيش داعي احكي لك قد ايه رح نقضي وقت مع بعض ونعوض كل اشي. وكل ما يجي اكتيفيتي جديد هون بصير احكي أنا، ويا ريتك تكوني موجودة. كان هلا عملت أحلى مني، وكان عملت أحلى من هاي وأحلى من هذا بكتير أشياء.